القرف ده؟ انا عملت كده ازاي؟ انا مش هكرر ده تاني. اوف. كل سنه بتمر علينا فيها الحلو وفيها الوحش، وقبل ما ندخل سنه جديده لازم نودع القديم، علشان بصراحه كده لازم ندخلها برجلينا اليمين وعلى نظافه. في شويه خطوات كده لازم نعملها علشان نودع السنه القديمه. الاول هنتخلص من كل العلاقات المؤذيه اللي مرت بينا في السنه دي، واي حد كان بيرهقنا نفسيا وبيسحب من طاقتنا برضه هنتخلص منه. الناس اللي بتستغل عواطفنا ومشاعرنا ودايما بيدونا طاقه سلبيه برضه مش هندخلهم معانا السنه الجديده. انت مش هتدخل معايا السنه الجديده دي تاني ابدا. تاني حاجه، المواقف والذكريات السيئه اللي مرت بينا خلال السنه دي نحاول نتخطاها ونتعامل معاها، اننا نواجه مشاعرنا اتجاهها علشان نعرف اسبابها ونعرف نحلها. نشوف احنا غلطنا في ايه وايه وصلنا لكده علشان ما نكررش نفس الغلط في السنه الجديده. هي دي الذكريات العره مش هكررها تاني. تالت حاجه بقى هنتخلص منها اي حاجه عامله لنا زحمه في حياتنا، الكركبه اللي في اوضتك، الصور الزياده اللي على موبايلك، اي حاجه بتفكرك بذكريات سلبيه، ايميل جالك وحش ومش عايز تفتكره تاني، كل دول هنتخلص منه. وده علشان نعيد ترتيب حياتنا بشكل سليم في السنه الجديده. انا هتخلص من كل القرف ده. ما هو علم الطاقه بيقول ان اي حاجه حواليك ملهاش لازمه بتسحب من طاقتك، ومش بس كده دي بتديك طاقه سلبيه، واحنا عاوزين ندخل السنه الجديده بطاقه ايجابيه وكلها تفاؤل. رابع حاجه، هتكتب كل الاهداف اللي كان نفسك توصل لها ووصلت لها، وكل الاماكن اللي كان نفسك تسافرها وسافرتها، وكل الحاجات اللي كان نفسك تشتريها واشتريتها. ايوه شاطره اني عملت ده. لا مش هكرر ده تاني. كويس اني عملت ده. مش هكرر ده تاني. الخطوه دي مهمه جدا لان هي هتحسسك ان السنه دي ما راحتش كده وخلاص، وان فعلا كان عندك حاجات حلوه وحققتها، وهتدي لك امل انك تعمل اهداف تانية السنه الجديده. وبرضه هيحسسك ان زي ما عدى عليك اوقات ما كنتش مبسوط فيها، في وقت تاني مر عليك كويس وحققت فيه حاجات كان نفسك توصل لها. خامس حاجه بقى، هتراجع نفسك وهتراجع كل علاقتك باللي حواليك. يعني لو مزعل حد روح صالحه، لو مزعل نفسك خدها شويه كده واقعد مع ذاتك حبتين وتصافى من جوه. انا لازم اتغير، انا لازم اتغير، انا لازم اتغير، هتغير. ازاي نستقبل سنه جديده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول كده لازم يبقى عندنا نظره امل وتفاؤل عشان نجذب الطاقه الايجابيه. ما هو علم الطاقه قال كده. تاني حاجه بقى، هنحط اهداف عاوزين نحققها في السنه الجديده، سواء في شغل، في علاقات، في سفر، او حتى في تطوير علاقتي مع نفسي. اهم حاجه واحنا بنحط الاهداف والخطط بتاعتنا دي تكون اهداف وخطط منطقيه نقدر نحققها، مش نحط حاجات صعبه ونحس بالفشل لو ما حققناهاش. ثالث حاجه، نحتفل بدخول سنه جديده مع كل اللي بنحبه. ما احنا لازم نحتفل معاهم ان احنا علاقتنا لسه كويسه وبنحب بعض. والاحتفال هنا مش شرط بالهدايا وتعليق الزينه، كل واحد يحتفل بالطريقه اللي بيحبها، حتى لو هترفع سماعه التليفون وتهني كل حبايبك وتقول لهم كل سنه وانتم طيبين. رابع حاجه بقى، ان احنا نتعرف على نفسنا بشكل احسن، ونعرف احنا عاوزين ايه ونفسنا نوصل لايه، وايه الحاجات اللي بتاذيني نفسيا. وكل ما نعرف نفسنا بشكل افضل كل ما هنعرف نتعامل مع نفسنا بشكل احسن، وبالتالي هنقلل اذيتنا لنفسنا ونقلل حجم المشاكل اللي بنقع فيها. ومع اول يوم في السنه الجديده هنحاول ناخد خطوات جاده علشان نحقق كل اللي كتبناه. وكل سنه وانتم طيبين، ومن غير يمرك يا ميار.